تعال لهون تعال لهون اشكي بالعيش تشبه باترون. تعال لهون. بونسوا، انا سام. هاي شو جماعة تعال لهون. اليوم راح نحكي على جماعة تعال هون. جماعة تعال هون اللي بدول أوروبية يمكن ما تعرفون، بس هن مشهورين كتير بأوروبا وخاصة بألمانيا. هن مجموعة أشخاص لازم يلبسوا هاي الشنطة ويكون معهم الريد بول، ومتعلمين حركتين تبع حركات كيك بوكسينج بيعملوها. طبعا هن كلياتهم مسخرة وعجان. راح تقلها هي الكلمة عربية، كيف يعني مشهورة بألمانيا؟ طبعا الكلمة عربية تمام، بس انشهرت بألمانيا بمعنى تاني، بمعنى غير انه تعال لهون. يعني تعال هون هي كلمة عربية سورية، يعني بيقولوها بسوريا تعال هون. بس بألمانيا انه كلمة تعال هون هدول الاشخاص اللي بيلبسوا الشنطة اللي بيضلوا قاعدين عند البانهوف تمام، وبيضلوا يلطشوا البنات من هالدواوين. وطبعا كل شغله لازم يطلع فيها زغبات وهالدواوين، بتعرفوا انتم. لهيك جبت لكم هي العينات اليوم. الفيديو خرافي من الضحك، خرافي من الضحك، راح تهشم من الضحك. خلينا نبلش. تعال لهون اشكي بالعيش تشبه باترون. ليش عم تبسقي يا ليش عم تبسقي يا شلمبه؟ طبعا كلهم نفس السيستم. ليش عم تبسقوا يا اخ؟ طبعا هاي البسقة هي اساسية عندهم مشان يدلوا لك قديش اني حشرات. والله العظيم ماني عرفان. يعني اشكالهم فضائيين، اشكالهم اقسم بالله مقرف. خاصة هي اللي عاملة هي هي خطوط. طبعا هي اشهر وحدة من جماعة تعال هون بالنسبة للنسوان تمام. يعني مقرفين لابعد الحدود. ما هي التصرفات اللي بيعملوها كيف تخطر على بالهم يتصرفوا. طبعا هذا الامر مرفوض ترى، حتى ما بتلاقوا قليل لتلاقوا المان او اوروبيين عم يقوموا هاي التصرفات. كل هاي النماذج اللي انتم عم تشوفوها اغلبها اتراك، اغلبها 99.9% اتراك. يعني اشكالهم مقرفه، بتلاقوهم عند البانهوف بضلوا هاي ماسكين ريد بول. اشكالهم مقرفه. هاي طبعا راح احكي هذا الكلام بالنسبه للعرب اللي ما ساكنين باوروبا وبالمانيا. هي اشكالهم مقرفين لابعد الحدود. لا عندهم لا مدرسة ولا عندهم شيء اصلا. اغلبهم يمكن اللي بالمدرسة بيطلعوا من المدرسة بيعملوا محتوى على التيك توك وبيجيبوا مشاهدات بالملايين وبيجيبوا لايكات بال150 الف 200 الف. يعني هاي الاشكال هي اللي ماشي تمام، وانتشرت انتشار الهشيم. يعني ما بتصدقوا قديش اللي هي سالفة كلمة تعالى هون مشهورة. يعني هلا الالمان يعني ضافوها على فكره، ضافوها على القاموس الالماني. معنات تعالى هون انه هن مجموعه اشخاص سيئين متمردين، او اشخاص شغل مخدرات وكذا. الله يبعدنا عنه يا رب. من كثر ما انشهرت العباره وانشهرت كثير باوروبا، يعني حتى وصلت لسبيد. So many talons. What is a talon? Talon. What the fuck is that, y'all? What is a talon hold? هيك لما بقول لكم انه التيك توك هو اخطر شيء مر على البشريه، اقسم بالله اخطر شيء مر على البشريه، وكل شيء بينشر على التيك توك اخطر منه ما في. يعني العباره على فكره يعني الا اترى يعني ضرت كثير عرب. يعني العباره انتم مستخفين فيها، بس اني هي العباره صارت تدل على اي شغله مو نظاميه. يعني انت بالشارع اذا بدك تجي لعند واحد مثلا، كونك عم تحكي مع واحد عربي تقول له تعال هون، يكون مر من عندك الماني بيفهمها بمعنى ثاني، بيفهمها انه انتم عم تنظموا شيء مو نظامي. طبعا كل هاي الاشكال، كل هدول العجان كلياتهم بدون تربيه، بدون اخلاق، بدون هاد. ما بعرفون اهاليهم، وطبعا اهاليهم ما فيهم يعملون شيء، لانه ببساطه هون باوروبا ما فيك تحكي ابنك اي شيء او تقول له مثلا هذا الامر صح او هذا الامر غلط، على السريع بيسجنوك. لهيك الامور هون ضايعه طاسي وفساد، والكلمه عربيه وانتشرت مثل النار بالهشيم. وهي الاشكال كلياتها انتشرت، يعني وصلت العباره لابعد الحدود يعني. والله ما بعرف الجماعة طالع هون بيضحكوا مقرفين بنفس الوقت. راح تقولوا لي سام طيب هي العبارة منين اجت؟ كيف هيك طلعت وانتشرت؟ هلا راح اقول لكم. تعال لهون اشكي بالعيش تشبه طبعا هذا كائن الهلامي، هذا هو سبب انتشاره. هذا اللي نشر الكلمة كان. هذا الكائن الهلامي. انا والله ما كنت بعرف يعني شكله. هي القصة هي انا بعرفها، هي الحلاقة هيك، واللي بيعملوا شعرهم هيك مثل جماعة ابو شنب اول بالحرب العالمية الثانية. انا كنت عرفانه انه لا روماني، كنت مفكره لا روماني. طبعا هي القصة الرومان بيعملوها، لا روماني لا تركي.
التراك والرومان هن بيعملوا هي القصة. الغجر طبعا غجر تركي وغجر روماني هن نفس هي القصة. انا ما كنت اعرفه اصلا سوري او عربي بالاساس. لعملوا معه مقابلة طلع لك سوري، لك امة الله سوري وبيحكي عربي والامور تمام. وطبعا لا يخفى الامر من حلب محافظة سورية اسمها حلب، هي بتصدر كل هي الانواع. طبعا الزلمة بعدين ندم، يعني هو قال لهم انا عملتها هيك وعملت الغناء لا نمنع جان بانهوف لا شو، وانتشرت. هو شو بعرفوا انه راح ينتشر مقطع على التيك توك وعملوه وفكروا انه تنتشر، لانه الغناية قديمة. هي في واحد كمان سوري اسمه حسن هو اللي عملها للغناية من سنتين وانتشرت. طبعا عملوا معه مقابلة طلع بيحكي عربي وطلع سوري تمام. طبعا العربي تبعه شوي مكسر. لما عملوا معه مقابلة انه قال انا ندمان، يعني انا ماني من جماعة العجان البانهوف، انه انا عم بدرس وعم بكمل الزلمة او سبيلدونغ او سبيلدونغ بالعربي تأهيل مهني. بس مين اللي اخذه ونشره بالزايد التراك؟ طبعا انا بقرف كل شيء اسمه تركي، كل شيء التراك بقرفهم يا الله ايش قد بقرفهم لأبعد الحدود. طبعا هي ضحى فرع تراك الماني نفس السيستم. Doch der Peach macht nicht auf. Kiefer ist tot, nimmt die Krise seinen Lauf. Sagt, wie krieg ich wieder meine Lilanen raus mit Beshi? طبعا اول سؤال راح يجي على بالكم هلا، اهاليهم وين؟ وانا ما بعرف، ما فيني اجاوبكم على سؤال انا ما بعرف. طبعا هي ضحى فرع تراك المانيا، هي اوسخ شيء. هي عندها فيديوهات مقرفة يا الله، مقرفة لأبعد الحدود. بس أنا سبحان الله بس شفتها بتذكر ضحى نفس السيستم، حجاب مع مبين كل الجسم محفور حفر والحجاب، هذا أهم شيء يكون الحجاب موجود والباقي كله عادي. صرت أشك إنه هن الصلاة، يعني الصلعات ما عندهم شعر لهيك او شعرهم كتير بشع، يعني ما في غير هالسيستم. بس انت راح تفكر هيك لا. طبعا هن قصد حاطين الحجاب مشان يثيروا الجدل، مشان يجيبوا فيوزات اكثر ويجيبوا مشاهدات اكثر ويجيبوا مصاري اكثر، وانتم ضلوا عم تتابعون وعم تدعمون، برافو عليكم. يعني هذول الاشخاص مستحيل اهاليهم ما بعرف مو شايفينهم. ان شاء الله نخلص منه لانه اشكالهم مقرفة بكل مكان، بالبانهوف باي مكان ممكن تشوفون. انا يعني اذا بفلتوني معاهم بفلتوني هيك انا وياهم لحالهم لا شبعون ضرب اقسم بالله. لا فرجيهم كيف بتلتعب بالكيك بوكسينج، ما بعرف الله يخلصنا منهم. وهذا كان الفيديو لليوم. بتمنى تكتبوا لي تعليقاتكم وارائكم، شو رايكم على هاي الاشكال، انتم شفتوهم قبل هالمره وصلوا للوطن العربي او ما وصلوا؟ اذا انت من المانيا او من اوروبا شو رايك بهي الاشكال؟ انه بتوافق على هي الاشكال وهي حريتهم الشخصيه انه يعملوا بهالامور، ولا شو اعتبروا ولدك عم يعمل بهي التصرفات شو ممكن تعمل معه؟ ولا تنسوا تحطوا اشتراك وتحطوا لايك، لانه الاشتراكات عم بتجي الفيديوهات عم بتجيب 13,000 و14,000 مشاهده وما في اشتراكات، يعني لحد الان 500 ما وصلنا. عيب عم بتعب بالفيديو عيب. المهم وهذا كان الفيديو لليوم، تشاو نراكم في فيديو اخر. هلا هون ليش ما اشتركت؟